سلام عليكم يا جماعه. جاي اتكلم معاكم في مشروع وبزنس في السليم، لا تقول لي مضاربه بورصه ولا تشتري ذهب والجو ده. والله احنا نعمل كلنا ايه مضاربه في اللحم. دي بقت سهله، لان بمنتهى البساطه النهارده كلمت الراجل الجزار اللي بتعامل معاه وقلت اجيب منه كيلو لحمه يتيم. ايه يا عم الحاج بكام؟ قال لي اصله ب 450. قلت له ليه؟ ده انا زبونك. قال لي عشان انت زبوني نمشيه ب 440. قلت اللهم امين. وخلصت شغلي وعلى اخر اليوم بتصل بيه، ها ايه النظام؟ قال لي لا يا استاذ انا اسف، صاحب المحل اتصل بيا وقال لي ما تطلعش ولا كيلو غير ب 480. قلت له ايه؟ يعني هو زاد 40 جنيه في خلال ساعتين؟ قال لي اه. قعدت افكر شويتين، ما هو انا اللي غلطان، ما انا كان المفروض ان انا ادفع له عربون لكيلو اللحمه علشان اقول له التزم معايا بالاتفاق، او كان المفروض الواحد يتصل باهله وقرايبه واصحابه ونعمل جمعيه مع بعضينا، واكلم الست واقول لها بقول لك ايه، بيع حتتين الذهب اللي لسه عندك فاضلين، ونروح جايبين مثلا 100 كيلو 150 كيلو، كنت خزنتهم في اي حته، وكمان ساعتين رجعت كسبت في الكيلو اكتر من 40 جنيه. يعني لو جبت مثلا 100 150 يا حلولي دي كانت هتبقى عمليه في السليم، احنا نروح نكسب في خلال ساعتين 4000 جنيه مثلا 4000 ونص. 100 100 في احسن من كده مضاربه ومكسب. يا جدعان اهدوا علينا شويتين. يعني انا قعدت افكر فيها، هو الدولار مثلا خلى العجل اللي انت قاعد بتربيه اللي ماشي في 100 120 كيلو بقاله كام شهر معاك زاد خلال الساعتين اللي يخليه واقف عليك تكلفه تزود عليا في الكيلو 40 جنيه ولا 50 جنيه يا دوبك في ساعتين؟ يعني انا مش فاهم، هو احنا امتى ربنا هيرحمنا؟ احنا كده التجار في جشع ولا هم غصب عنهم؟ وقعدت افكر شويتين، هو مصر مثلا بعظمتها غلبت ان هي تعمل علف صناعي ولا طبيعي عشان نبقى نقول ان اللحمه مرتبطه بالدولار؟ كده بقت زياده شويتين. يا الحكومه تمسك الاسعار يا التجار يبقوا رؤفاء بينا. ما هو التاجر من دول يفكر شويتين، يقول لك هو كل حاجه زايده عليا، ما انا كمان استغل الزياده بتاعت الاسعار وازود انا كمان، ومش مهم المواطن يا عم الذكي. ما هو انا لو بشتري منك كل اسبوعين كيلو بالمنظر ده هشتري منك 8 كيلو في الشهر، فالعجل اللي انت مخزنه جنبك ولا العجلين هيقعدوا تحطوا بوسكم في بوس بعض ومش هيتباع. اهدوا شويه يا مصريين، اهدوا شويه يا تجار، الزياده تبقى عليكم وعلينا. زود يا عم نسبه مكسبك بالمعقول، لكن انت تذبحني. طب والموظف اللي زيي انا اعمل ايه؟ حاجه ليها العجب. فكروا شويتين والله. تعالوا يا جماعه نعمل مع بعض تضامن ونعمل جمعيه ونلم فلوس ونبتدي احنا كمان ننزل نضارب في بورصه اللحمه. ربنا يصلح حالي وحالكم ويعدي علينا الايام دي على خير، ويهدي علينا نفوس التجار اللي بيحاولوا يزودوا. ما اقصدش واحد بعينه، لكن المشكله ان كل تاجر شغال في مهنه معينه يقول لك يلا نفسي ويزود شمال ويمين. والله الواحد ما عارف يقول ايه. ربنا يلطف بيا وبيكم وبكل البني ادمين. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.